الموهبة الشابة الشاعر محمد عبد الفتاح. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب في البداية يا محمد حابين نعرف الناس بقى بيك وازاي اكتشفت موهبتك، يعني احكي لنا كده من البداية خالص. تمام، انا محمد عبد الفتاح منصور، تمام. الطالب في كلية آداب جامعة حلوان قسم إعلام. بدأت الموهبة من 3 سنين تقريبا، بدأت أكتب خواطر يعني مش قصايد بمعنى القصايد، فبدأت أتعمق في الموضوع أكتر، قراية، وبعد كده مثلا على الفيس، على السوشيال ميديا عامة بدأ الموضوع يبقى فيه قبول من الجماهير، مثلا في أصدقائي أصحابي. تمام، فبدأ الموضوع يتطور شوية، أسجل تراكات على الساوند كلاود، ينزل الناس تسمع، طب كويس كمل. تمام، بدأ الموهبة من خلال السوشيال ميديا عامة. بعد كده بقى بدأت أقرأ أكتر، وبعد كده أقرأ من لكذا حد من القدام والجداد. أثر فيا بشكل كبير الشاعر عبد الله حسن، شاعر كبير طبعا، ودخلت مسابقة على الفان بيج بتاعته، خدت المركز الأول فيها الحمد لله. كانت المسابقة عبارة عن 300 متسابق يدخلوا، تصفينا على كذا مرحلة لغاية لما خدت المركز الأول الحمد لله. من ساعتها هو اتبنى الموهبة بتاعتي وخلاني أطلع معاه في ندوات وحفلات، إن أنا أطلع أقول شعر والناس تسقف والناس تعجبها، لا أنت كويس في موهبة يعني. بس بدأت بقى أكتب وأقرأ أكتر، أكتب وأقرأ أكتر لغاية لما وصلنا اللي إحنا فيه دلوقتي. يعني انا برضو في حته مستغربه ان دايما ان الناس اللي بتقول انا عندي موهبه بتكتشفها وهم صغيرين، انت لا بتقول لي انا من 3 سنين بس. أنا 18 سنة. اللي لسه صغير. لا انا بتكلم ان هم في ناس بتقول لي ايه، يعني مثلا حد بيغني فيقول لي انا بغني من 7 سنين او من 8 سنين، يعني من وانا عندي 7 سنين او 8 سنين، فاهم قصدي؟ فانت لا انا يعني من 3 سنين كان عندك 15 سنه مثلا، فانا اكتشفتها من سن ال 15، ولا كانت عندك وانت مش ملاحظ اصلا يعني انت؟ لا هي جت بالصدفة بحتة يعني، ما كانش فيه أي علاقة بالشعر أصلا. فابتديت تشتغل عليها وتنميها بقى. بالظبط. طب فاكر اول حاجه خالص كتبتها ولا مش فاكرها؟ لا مش فاكر. طب تاني حاجه كتبتها يعني، او تالت يعني اللي انت عايزه. طيب ما القديم مش كويس، هيخلي الناس تعمل ماشي خالص. لا احنا بس بنعرفهم بالبدايه ان انا وانا عندي 15 سنه مثلا كتبت دي لو الحته صغيره. تمام، انا كتبت اول في البدايات يعني، كان في تاني شهر كتابة مثلا قصيدة اسمها الحلم. اي شاب بيبدأ بيكتب عن الاحلام بتاعته. تمام. فقلت الحلم في البداية فكرة، تحلم باللي جاي، تحلم ببكرة، تحلم انك تطول السما، حلمك جوه قلبك اتحمى، فسيبك من اللي لحلم ورمى، كان على الطريق الصح لكن عن مساره انحنى، والحلم لازم له حرب، يا ترى مين يكسب الملحمة، وما تعدش هتحلم كام سنة، ده في اللي من صغره لحلم وبنى، سهران يفكر ازاي يطول المنى، فشوف طريقك فين وابدأ حلمك من هنا، ولا تقعد تقول مش هوصل هو يعني مين انا، لا يوضع سره في أضعف خلقه وانت تقدر تشوف الفضا، وسيبك من اللي على حلمه مضى، وسيبك من اللي بس خلاص كفايه. دي اول حاجه كتبتها؟ اصل من انت زمان. متاكد؟ يعني مش اخر حاجه؟ مش فاكرها كمان، ده جزء صغير. والله حلوه جدا. ربنا يعني انت يخليك. مش عايز تقولها ليه؟ طيب والله حلوه. يعني انت مش عارف، حسيتك لما انت بتقولي اول حاجه كتبتها فحسيت ان مثلا حاجه هو مكسوف منها عشان لسه كان مبتدئ مثلا، فما كانش عارف اصول بقى وقواعد الشعر. لا حلوه جدا. دي كانت البدايه حاجه يعني انا دايما هنا بتكلم في البرنامج ان كونوا متفائلين، وان التفاؤل لن يضركم فتفائلوا، فدي حلوه قوي. ربنا يخليك. ويعني ما شاء الله ان انت اول حاجه كتبتها، فدي حلوه. طب بعد كده بقى ابتديت تنمي موهبتك ازاي؟ بالقرايه طبعا، اي شاعر لازم يقرا اكتر ما يكتب، بالذات في مرحله التكوين. انت القرايه بتخلي عندك ثقافه، عندك افكار، عندك خيال. فالقرايه هي يعني زي ما يكون بنملى كوبايه مثلا وعايزين نفضيها، فانت بتملى الكوبايه على الاخر وفي الاخر تفضي بقى. يعني القرايه هي الميه اللي انت في الاخر بتنزلها على الجمهور بتاعك. هل بتحضر ندوات شعريه؟ بتروح مثلا ساقية الصاوي تحضر لحد في حفله مش عارف لشاعر معين، مش عاوز اقول اسامي، فبتحضر له؟ طيب قبل ما نكمل كلامنا مع الشاعر الجميل محمد عبد الفتاح، معانا تليفون من مين يا بدر؟ معانا تليفون من هبه. يا هبه ازيك؟ الو. الو مساء الخير. ازيك يا هبه، عامله ايه؟ الحمد لله. هبه هبه عز الدين. يعني انا في الاول ما كنتش هبه عز الدين طبعا، صديقتنا وصديقه البرنامج اللي كانت مختفيه، والصوت الجميل طبعا. عامله ايه يا هبه؟ لا وما بارك
للاسف ما زالت مختفيه، يعني مش انت اللي بتكلميني؟ بسمعك، بس غصب عني طبعا. والله يعني شرف لينا المداخله يعني اللي انت عملتيها دلوقتي، واكيد فرحتنا. وفي فقره قولوا ما يهمكش بقى، يعني الفقره اللي انت بتحبيها. انا بحبها جدا. طب ايه، هتغني لنا على طول ولا هتقولي رايك في موضوع الحلقه الاول؟ اقول له مساء الخير. معاك شاعر. معانا الشاعر محمد عبد الفتاح طبعا مساء النور يا معاكي. فندم، ازيك يا ابني؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ بص، هو يعني اكرم عارف ان انا متابعه جدا للبرنامج، بس للاسف كان النت في البيت بقاله فتره ما لحقتيش تسمعي محمد؟ انا بقالي شويه كتير على التليفون عشان اسمع موضوع الحلقه. هو حبيبي جدا والبرنامج وحشني قوي. ربنا يخليك يا هبه. بجد ان انا بقيت غريبه. طب هبه، ايه رايك في موضوع حلقتنا بقى، بما ان انت شاركتي معانا؟ فبنتكلم عن المراه التي يكرهها الرجل. فايه شخصيه المراه اللي انت شايفاها من وجهه نظرك ان الراجل بيكرهها وبتستفزه قوي، او انت شخصيا بتكرهي اي نوع من الشخصيات من البنات، بما ان انت بقى عنصر نسائي جميل يعني؟ انا شايف ان الست ما فيهاش غلطه بصراحه. والله طب يلا نغني بقى. نبتدي نغني بقى، يلا بينا. لا، بيتهيألي الراجل مش بيحب الست اللي هي تبقى مسيطرة أو إن مم. هي تبقى هي اللي بتتحكم. مش عارف، يعني المفروض الراجل يكون كده. صح. يعني الراجل والست عندك حق. يعني. بس فهي البنت برضه لازم تكون مطيعة وتديله مساحة. مم. ما يخنقهاش، بس ما يكونش ديكتاتور. صح. في نفس الوقت ما يكونش هو حاضر اللي انت عايز اعمل ايه. لا، يعني يكونوا معقولين وعاديين. هي اكتر حاجه تقريبا موضوع السيطره وكده. او ان هي عايزه تفرض شخصيتها وابان ان انا شخصيه قويه بقى وبتاع، وانا احط بقى راسي براسه وهو يعمل نفسه راجل عليا والكلام ده يعني. ودي اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل فعلا. عندك حق. طب هبه بقى، يعني انا عارف ان صوتك حلو ما شاء الله، فما ينفعش افوت المكالمه دي من غير ما تغني. كان هتغني ايه بقى؟ كان حلو؟ لا لسه حلو، لسه حلو. فيعني غني، ومعانا شاعر كمان ممكن يكتب لك اغاني حاجات كده. فيلا، هتغني لمين؟ شيرين بقى اللي انت بتحبيها ولا خليه يختار بقى، يعني هو نجم الحلقه النهارده يعني. تحب تختار اغنيه يا محمد؟ هي لو هي بتحب شيرين ممكن تغني لي الاغنيه بتاعت كده يا قلبي حته مني. يا راجل، ده هي مغنياها في حفله، ده انت نشنت. ده هي غنتها في حفله في ساقية الصاوي، وعامله ما شاء الله نسبه مشاهده عاليه جدا على اليوتيوب، وان شاء الله اعلى واعلى. والاغنيه دي يعني اسمعها. يلا يا هبه، مش هتكلم عنها كتير، خليه يسمع. طيب كده كده يا قلبي يا حته مني كل حاجه حلوه فيها. كده كده هتمشي وتسيبني لوحدي في الحياة والدنيا ليه. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني. مش هنساك، مش هحكيلك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح. عمري ما تخيلت انك انت روح. مش فاضلي من ايديك حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وسلام. عمري يوم ما هون عليك ماضي وكان. عمري ما انسى مهما كان بيا الزمان. طب ما بقول لك ايه يا هبه، يعني ما تكملي يعني غنى. وانا ممكن اسمع عادي على فكره، ما فيش اي مشكله. فما شاء الله والله صوت جميل. وايه رايك يا محمد يعني؟ لا، صوت تحفه بصراحه، ربنا يزيدك بجد. صوت جميل، وانا اصلا بحب الاغنيه دي، حببتني فيها اكتر والله. يعني شوف الراجل قال لك حبيبتيني فيها اكتر.
فما شاء الله يا هبه، وصوت جميل. انا حظي مش حلو خالص ان انا مش بسمع الحلقه من اولها بجد، يعني انا احنا اللي حظنا حلو بقى ان انت دخلتي من مداخله. ربنا يخليك يا اكرم. بشكرك جدا يا هبه يعني على المداخله دي. بقول لهم كلكم وحشتوني بقى. اكيد هم سامعينك كلهم. يا اغنيه حلوه كده. اكيد الاغنيه الجايه اهداء ليك، يعني هنشغل لك اغنيه ازاي وانت بتغني؟ مش عارف يعني، احس ان انا محرج، فاهمه؟ اللي هو طب انا شغال لها اغنيه ايه طيب مع الصوت الجميل ده ما شاء الله. فربنا يوفقك بقى ان شاء الله معاكم في العاده. ربنا يخليك. باذن الله. ان شاء الله هتابع الحلقه وهتابع كل الاشعار اللي هتكتبها. ومعلش بقى جدا ان انا ما سمعتكوش وانتوا معاكم. لا لا يعني ده احنا اللي بنشكرك على المداخله دي، وان انت سمعتينا صوتك اكيد، وربنا يوفقك ان شاء الله، وباذن الله هتحققي كل اللي انت عايزاه، ومنتظر الالبوم بقى يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا هبه جدا. العفو. مع الف سلامه. مع مع السلامه. السلامة. بعمل لك شغل يا محمد اهو. اه على لا، طول شغل تقيل كمان. يعني. شفت الصوت عامل ازاي؟ ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب. اكتب بقى حاجه على الصوت ده. طيب طيب نكمل كلامنا. كنت بسألك بقى، انا ما نسيتش السؤال على فكره، اتفضل. ان هل انت بتحضر ندوات شعريه لشعراء ما في ساقية الصاوي او اي حفلات في شاعر معين انت واخده قدوه ليك؟ فاحكي لي كده. هو زي ما انا قلت لك الشعر اللي مش قدوه بالنسبه لي، يعني مثلي الاعلى في الحياه تقريبا هو شعر عبد الله حسن. يعني كل حفلاته كل ندواته معاه، وهو دايما في كل حفلاته او ندواته في اخر فقره، اخر 10 دقائق ربع ساعه لمحمد عبد الفتاح. حتى الجمهور بتاعه حفظني خلاص، يعني محمد مع عبد الله، محمد مع عبد الله. على فكره عاوز اقول لك معلومه، ان الشاعر عبد الله حسن بيكون موجود هنا كتير في البوابه، وبيبقى متواجد معانا، يعني صديق المؤسسه وصديق الناس كلها هنا، وشاب محترم ومن الناس اللي بجد مجتهده وبتتعب في شغلها، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه اكيد، يعني من الناس المحترمه جدا. يا رب ربنا طيب يوفقك. قول لي بقى، غير عبد الله حسن في حد تاني؟ في من القدام فؤاد حداد طبعا، ده برضه واخد تفكيري بشكل كبير في القرايه دلوقتي، في مرحله القرايه. فؤاد حداد بقرا كتير ليه. في بقى كذا حد من الناس اللي هم مش عليهم الضوء، يعني في شباب ما شاء الله عليهم بجد، يعني 22 سنه 20 سنه بيكتبوا اشعار ما شاء الله عليهم بجد. عندي على السوشيال ميديا على الفيس على كذا مكان، يعني بيكتبوا اشعار ما شاء الله عليها بجد، بيفيدوني اكتر كمان من القرايه اللي انا بقراها بره. يعني بالنسبه للموبايل ده بقرا منه اشعار تفوق مثلا ان انا بقراهم بره للناس الكبار برضه، يعني في نفس المستوى تقريبا وممكن يتفوقوا كمان. هل انت بتاخد زي ما بنقول كده ستايل معين او اسلوب معين في طريقه الكتابه او في طريقه القاء الشعر حتى، ولا لا انا هعمل شخصيه لنفسي مختلفه، ولا لا انا عاجبني طريقه القاء الشاعر مثلا عبد الله حسن او هشام الجح مثلا، فانت انا عاجبني طريقه القائه فانا هقولها؟ فقول لي برضو انت تفكيرك عامل ازاي، بما انك لسه صغير في السن، فانت لسه بتشوف اللي حواليك بيشتغلوا ازاي او بيكتبوا ازاي. هو عامة اللي هيقلد حد مش هينجح بالظبط. يعني، مش لو انت واخد واحد عايز تقلده عمرك ما هتنجح، لان خلاص اوريدي الناس سمعته. فانت بتقرأ كتير وتسمع كتير وفي الاخر تكون شخصيتك انت، عشان في الاخر انت هتبقى انت مش هتبقى حد تاني بس. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ هسمعك قصيدة اسمها احلى بنت. تمام يلا بينا. بقول عارف لما الروح بتبوح بالسر، طعم السر في كاسها يشبه جدا طعم اللذة ساعة الشهوة، يشبه جدا فنجان قهوة في نص الليل، تنزل دمعة عينها كمانجة تعزف مطرة من المواويل. عارف لما الروح بتبوح بالسر، طعم السر ساعتها جميل. العشق ملاذ مليان ألغاز، وانت اللغز اللي بيتغير كل ما افكر اني احله. انت العشق بحاله كله، والفرقة وجع مليان بجروح. حلاوة الطعم ساعتها تروح لما تقول انك هتسيبها، رعشة في ايدها توقع كاسها من البلكونة فينكسر. حلم وراح حلم وراح خلى براح القلب يزيد. فكر فيها قلب عجوزة بدون تجاعيد، مهما تقرب برضو بعيد. قلبها صافي وقلبك مات، حب هدافي حب سكات، حب المطرة لصحب الشتا، حب عجوز يتمنى الغطا، حب الزرع الحر الصيف. بطل تخريف
بكفاية وجع، بتدوب في الزيف وتقول لي جدع. قول انت مين؟ انا بطل العالم في البكا خلف الاسوار. انا ليل ونهار حالفين يتقابلوا في عز البرد. انا ريحة الورد بتقتلني، انا ضحك بجد بيجرحني. من كل الدنيا مفيش ولا حد بحسه عارفني. انا مش مفهوم، شباك مظلوم اتحط في اوضه وراه الحيط، ولا نور الشمس بيوصله. فرحان جدا باللي وصله، انا اصلا بكرهني يا عالم وبقول حبيت. انا شكلي نسيت اني بحبك، وبحبك جدا يا سمرة، ياللي انت عينك كاميرا بتسجل الاحزان. انسي ان انا انسان، واسقيني كاس خمرة، حبيني زي دينك، قلبي ورود حمرة، فاسقيني من ريقك. يا أجمل شمس في سمايا، وأجمل فرحة في حكاية، وأجمل صورة في مراية. الخلاصة أحلى بنت قبلك انت يعني كنت أتمنى أموت وأبعد بعيد. حتى السكوت بعتبره عيد. كل الأماني والأغاني اللي لما سمعتها دندنتها، حسيت بنفسك في الحروف. أنا شفت صورتك من وقتها، رافض أشوف، عامل كما الأعمى، ما بشوفش غير ضلمة، وهدايتي كانت نورك. وأما الأماني تطوف ترجع لبلورك. الشمس لما تغيب تبقى انت زي الشمس، والعندليب بيسيب الغنوة قصة أمس. والقصة مش انت الحياة كاملة، يا ملكة الدولة، يا مشرع القوانين. كل حزم وقوة خافي من العاشقين، لا تخافي من الغنوة. خافي من العاشقين، لا تخافي من الغنوة. يعني ما شاء الله موهبة، انتوا سامعين موهبة جميلة جدا. وعجبني قوي اختيارك للكلمات، اللي هو اسلوب السهل الممتنع اللي يوصل لكل الناس. اسلوب هو سهل بس جميل، اداء يعني خاص بيك انت، متميز، بتحاول تظهر شخصيتك فيه. فبحييك على ده وكمل، وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم، ودايما كده تحقق اللي انت عايزه. احنا هنكمل مع الشاعر الشاب محمد عبد الفتاح، ولكن بفكركم برقمنا 01960 393. كمان ابعتوا لي على صفحة آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط بالعربي. كمان ابعتوا على صفحة راديو بوابة نيوز بالعربي. ولو حابين بقى تشاركوا معايا في فقرة قول وما يهمكش، تقدروا تشاركوا زي أحمد الشافعي وزي هبة. هنروح نسمع محمد منير صوتك ونرجع نكمل معاكم تاني.